ذليل حزين مفرط الطرف نادم أعظم نجاة في ذنبي قد تعاظم قدره وأنت بما أشكوه يا رب عالم آخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة اللي لما البني آدم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إذا كان أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. وأنت رؤوف بالعباد مهيمن حليم. قبل ما الموت يذبح ككبش آخر واحد يطلع من النار النجاة، يقول يا رب أخرجني منها. النجاة، قد قشبني ريحها النار، وأحرقني ذكاؤها. النار، اتشوى يعني، فقول يا رب طلعني منها. النار. فيقول الله عز وجل له عبدي ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال إيه وعزتك بس خرجني منها. فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه هيتكت بالبرد. عذاب النار، ده جهنم. أول ما طلع منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. النجاة، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني. وبعدين رفعت له شجرة وتحتها مية وسمع صوت المية. وانت عارف حلم أهل جهنم نقطة مية أن أفيضوا علينا من الماء، لأن المية بتاعتهم الأكل بتاعهم غسلين. ما تقوليش جبنة حدقة ولا الكلام ده، غسلين يعني بيشرب بياكل الغسلين وهيموت من العطش. شوية مية شوية مية. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذه المية اللي بيشربوها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يشوي الوجوه. ده طالع بقى من جهنم ولقى شجرة، وانت عارف الشجرة طلعتها يمكن تحتها ظل وبتاع وريح كده وباردة وبعدين مية كمان. قال رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له لئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قل إيه وعزتك أعاهده. قام جايبه تحت الشجرة أعظم نجاة، فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه. فقال رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال لئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إيه وعزتك. فيجيبه تحت الشجرة الثانية دي. أول ما قعد تحت الشجرة الثانية قامت أبواب الجنة متفتحة. الجنة، رباه إني عبدك العاصي. شاف بقى إيه إخوانا على سرر متقابلين، فشافهم بيضحكوا كده وهو قاعد لوحده عايز ينطق بس خلف مرتين وكل مرة يقول له إيه وعزتك عمري ما هقولها تبقى حط بأي طلب. فغلبه ما يجد فقال رب أدخلني الجنة. فقال ما أغدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. الرجل ما صدقش ودان مثل الدنيا، فمش مصدق ودان. تعرف قال لربنا ايه؟
قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين قال فضحك الله عز وجل وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، ادخل الجنة ولك 10 أمثالها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. سأظل أقرع باب ربي عله يعفو عن الزلات والعثرات. إني لملتزم بأعتاب الرجا والخوف يسبقني إلى الخلوات. رباه